مساء الخير، يا رب تكون بخير. الدوري المصري ده ولا الدوري الانجليزي؟ لا احنا بنعرف نشعل المنافسه برضه يا فيفا، فاهم؟ احنا جامدين قوي. فشيك او قهوتك واشرب ميه عشان صحتك، ويلا بينا عشان نبدا ملخص الاسبوع. بيبدا الاسبوع بماتش بين سموحه والاسماعيلي، بخلاف هي اوفسايد او لا. ايه ده يا نادر؟ بالله عليك ايه ده يا اخي؟ يعني انت بتتفرج على الماتش زيك زينا؟ يعني انت بجد انت شايف ان ده عادي؟ الاسماعيلي كان الشوط الاول احسن بصراحه، لكن ما تعرفش والله لعيبته بتسهر مع موسى سام ولا هم بيعملوا ايه. الشوط التاني بيبدا احمد فوزي غير لعب حلو وعرضيه حلوه من ميدو لبابا بادجي اللي بيسرق المدافعين بشكل غريب ويجيب الجول الاول لسموحه. بعدها بكام دقيقه وانتو حلو وبتقلش من عمرو السيسي تروح لاحمد فوزي اللي بيجيب الجول التاني لسموحه. وانا حاسس بيك يا عم، والله العظيم الله يكون في عونكم. انا عايز اعرف بجد بقى، يعني ازاي ده ايريك تراوري اللي كان في مصر المقاصه يا جدعان؟ بجد الموضوع ده غريب. والماتش بيخلص بفوز سموحه على الاسماعيلي 2-0. نروح لماتش الاتحاد والمقاولين، لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم وعبد الغني محمد بيجيب الجول الاول للاتحاد، لكن طبعا الفار لازم يقول لك اوفسايد ويفسد فرحة الجماهير الحلوة دي. في فور أكيم يدي فادي فريد اللي بيشوط الكورة تخبط وتخدمه عشان تفرح جمهور الاتحاد ويجيب الجول الأول. جملة حلوة وشكر نجيب بمجهود كبير يعدي ويجيب التعادل للمقاولين. عرضية حلوة من إسلام سمير وتيك أوف حلوة قوي من فيفور أكيم ويجيب الجول التاني للاتحاد. والماتش بيخلص بفوز الاتحاد على المقاولين 2-1. نروح لماتش المصري والبنك الأهلي. الماتش بيبدأ وضغط قوي من المصري، القرموطي يضيع كرة ما تضيعش بصراحة بعد سرعة عالمي من صلاح محسن. 1 2 عالمي برضه بين عمر الساعة وصلاح محسن، لكن عمر الساعة اتردد لحد ما ضاعت. الشوط التاني لسه بيبدأ، حسن علي يعدي ويدي صلاح، ومن صلاح للقرموطي اللي من فيرست تاتش بيجيب الجول الأول للمصري. عرضية وتصرف غريب من محمود حمدي تترد لأسامة فيصل اللي بيشوطها في محمود حمدي وتطلع كورنر. ولسان حال الكابتن نبيل الكوكي اللهم يكفيني شر أصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل بهم. والماتش بيخلص بفوز المصري 1-0 وتصدر الدوري. نروح لماتش الزمالك وغزل المحلة، ماتش من كلاسيكيات الكرة المصرية طبعا. الماتش بيبدأ وضغط زملكاوي قوي، وفي الدقيقة 13 عامر بينقذ الكورة جول. الفراد لبتزيرا يشوط، لكن أحمد العش بيتألق وينقذها من على خط المرمى. لكن يا عيني ما عداش دقيقة كورنر من بنتايج واحمد ربيع اللي بيجيب الجول الاول للزمالك بهد حلو قوي، وكورنر كان ملعوب حلو بصراحة من بنتايج. الشوط التاني بيبدأ غلط غريب قوي من بنتايج، اقطاع رشاد العرفاوي ويدي سروح حلو قوي لمحمود صلاح اللي بيجيب التعادل لغزل المحلة. بعدها لقطة غريبة قوي على شيكو بنزا، الفار قعد فيها شوية حلوين. يعني هي أول حاجة الكرة طلعت من عبد الحميد معالي، تاني حاجة الكرة جت في إيد شيكو بنزا. يعني ليه كل الوقت ده في الفار مش عارف، وما بيحصلش جديد والماتش بيخلص بالتعادل 1-1. في إحصائية مضحكة كده، الزمالك شاط 24 شوطة جاب جول، غزل المحلة شاط 3 شوطات جاب جول لواحد برضه. بخلاف ده المفروض مصر كلها تشكر الكابتن علاء عبد العال. هتقول لي اشمعنى يعني يا عم؟ ده بيدافع بال11 لعيب. هقول لك بيدافع بال11 لعيب. كابتن علاء عبد العال في تشكيلته الاساسيه ومن اللعيبه اللي بتشارك محمود صلاح اللي جاب الجول ده مواليد 2007، كيبو سعيد ده مواليد 2005، عاطف حكيم 2005، موري توريه 2003، احمد عثمان 2003، محمود مجدي 2006. فست لعيبه شباب بيلعبوا بشكل اساسي وشاركوا في ماتش كبير زي ده. ومش عايز تشكر كابتن علاء عبد العال وتعترف بدوره يبقى انت غلطان بصراحه. نروح لماتش الجونه وطلع الجيش. في الدقيقة 56 محمد عماد يجيب الجول الأول للجونة، وما بيحصلش أي حاجة، كان ماتش عشوائي بصراحة والجونة بتكسب 1-0. نروح لماتش الأهلي وكهرباء إسماعيلية. محمد هاني بيبدأ هجمة حلوة قوي للأهلي وعرضية حلوة من بين رمضان لبن شرقي اللي بيجيب الجول الأول، لكن الحكم قال أوفسايد. بعدها شوطة من محمد شريف تيجي في العارضة وكانت أوفسايد برضه. عرضية حلوة من محمد هاني الكوكا اللي بيجيب الجول الأول للأهلي. عرضية تاني من هاني المرة دي لبن شرقي اللي بيجيب الجول التاني، لكن الحكم برضه قال اوفسايد. في الدقيقة 36 ركنية تحفة من زيزو لياسين مرعي اللي بيجيب الجول التاني للأهلي. عرضية من زيزو يردها الدفاع بالغلط لشريف اللي بيجيب الجول التالت للأهلي. في الدقيقة 50 مش عارف محمد شريف كان بيعمل ايه، بعدها ب3 دقايق معرفش دفاع كهرباء اسماعيلية كان بيعمل ايه برضه. في الدقيقة 57 علي سليمان بيعدي حلو قوي ويلعب عرضية لأوناجم اللي بيجيب الجول الأول ويضايق الفرق. شوطة حلوة من زيزو لكن هجرس بيتألق. وفي الدقيقة 68 علي الفيومي بيتعادل لكهرباء اسماعيلية بجول حلو قوي 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 على طريقة القاضية ممكن. لكن في الدقيقة 73 بن شرقي بيقضي على آمال كهرباء اسماعيلية في العودة وبيجيب فاول حلو قوي ويجيب الجول الرابع للأهلي، وما بيحصلش جديد والاهلي بيكسب 4-2. وعلى فكره يعني بالرغم من الفوز الكبير ده الاهلي عنده مشاكل ولازم يحلها. انت داخل على افريقيا وداخل على هنبدا بقى فاهم الجد،
فلازم كابتن عماد النحاس او اداره الاهلي تشوف مدرب بقى، لان في مشاكل كبيره قوي في نص الملعب وخط الدفاع. نروح لماتش سيراميكا والحرس. بدايه قويه من سيراميكا، معرفش بصراحه ايجولا ضيع الكره دي ازاي. في الدقيقه التاسعة الزنفولي بينقذ الحرس من الجول الاول ضيع عن طريق صاحب القميص 99 رقم عدي الدباغ. انا عايز اعرف بس، ده ماتش بين سيراميكا والحرس ومحمد حمدي زكي لابس الرقم 99، احنا مالنا بقى ان ده رقم عضوية الدباغ مع الزمالك يا معلق؟ يعني محدش مهتم انه يسمع معلومه زي دي. في الدقيقة 34 جملة حلوة قوي من سيراميكا تنتهي بجول حلو من مروان عثمان، وفي آخر ثانية من الشوط الأول فخر لقاي يجيب الجول التاني لسيراميكا، وجول حلو قوي بصراحة. الشوط التاني لسه بيبدأ وصديق جولا بيثبت الزنفولي وبيجيب الجول التالت لسيراميكا. في الدقيقة 50 محمد بسام ينقذ فرقته من الهدف الأول، لكن بعدها ب10 دقايق بيعمل غلط غريب قوي، لكن فوزي الحناوي ضيعه بشكل أغرب. ماتش انبي وزد، يعني في الدقيقة 11 مودي ناصر جاب جول حلو قوي بصراحة، لكن ما حصلش جديد والماتش بيخلص بفوز انبي 1-0. وده ترتيب الدوري بعد نهاية الأسبوع العاشر. نروح لتشكيلة الأسبوع. محمود شيكا في حراسة المرمى، محمد هاني باك يمين، خالد صبحي وياسين مرعي 2 سنتر باكس، وليد مصطفى باك شمال، أحمد فوزي وموري توريه ورشيد العرفاوي في نص الملعب، ناحية اليمين زيزو، ناحية الشمال بن شرقي، وسترايكر مروان عثمان. هدف الأسبوع بقى أنا سيبك تختار، هل جول بن شرقي في كهرباء إسماعيلية، ولا الفيومي في الأهلي، ولا مودي ناصر في زد، ولا القرموطي في البنك الأهلي؟ ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير وتعمل لي فولو على انستجرام، وبس كده. يا رب دايما تكونوا بخير. السلام عليكم.